بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الصبيحة راني في الملعب الجواري بالحي اللي نسكن فيه. للأسف هذا الملعب الجواري تعرض للتخريب والتهميش والسرقة القضبان الحديدية. الله أعلم يا هذا سرقوه أصحاب جامع النفايات الحديدية أو أمر آخر. المهم، وأنا متواجد في هذا الملعب تفكرت أسطورة من أساطير مدينة وهران، ألا وهو اللاعب عبد القادر فريحة رحمه الله وأحسن إليه. اللاعب فريحة رحمه الله يعتبر من أساطير مولودية وهران. لعب في مولودية وهران من سنة 1962 إلى سنة 1972، يعني مع أول بطولة في الجزائر المستقلة. عبد القادر فريحة ينتمي إلى أسرة طورية عريقة من حي الحمري. كان يلقب ببقى، وكان يلقب بصاحب الرأس السحرية. الأغلبية تاع الأهداف تاعه كانت تسجل عن طريق الرأسية، يعني كان كيما رونالدو تيدي الكوفرون احتمالات كبيرة يسجل الهدف. عبد القادر فريحة عندما تلامس كرة القدم رأسه احتمالات كبيرة لتسجيل الهدف. شوفوا راكم تلاحظوا في الملعب هذا في سنة 1965 جاء إلى وهران فريق البرازيل. أغلبية سكان وهران ذهبوا إلى ملعب 19 جوان لمشاهدة بيلي وفنيات بيلي، لكنهم وجدوا أنفسهم يتمتعون ويستمتعون بفنيات عبد القادر فريحة رحمه الله. واليوم تذكرت هذا اللاعب الكبير ونتأسفوا لما تمر به مولودية وهران من أزمة ومن تواجد في المراتب الأخيرة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الرجال الصالحين لانتشال هذا الفريق العريق وإرجاعه إلى مكانته المرموقة. مولودية وهران فريق كبير لا يستحق الوضعية الموجود عليها حاليا. ونطلب من الأنصار مساندة الفريق الوطني، فريق مولودية وهران والفريق الوطني، والالتفاف حول هذا الفريق وما يخلوش يسقط. إن شاء الله بإذن الله ينجو من السقوط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.